الفيديو ده معمول لأي حد نفسه ينزل الجيم ومش قادر ومش عارف المشكلة فين. خليني أقولك الأول اللي أنت عارفه أصلا، زي إن الجيم بيحسن مستويات الطاقة وبيحسن المود، وأحلى حاجة إنه بيعلي التستوستيرون. أيوة، يعني إيه برضه يعلي التستوستيرون؟ أنا ليه محتاج التستوستيرون في حياتي؟ كله بيقول تستوستيرون تستوستيرون تستوستيرون. بص يا أخويا، دلوقتي التستوستيرون ده بيخليك أذكى، بمعنى إن أنت بتاخد قرارات أحسن، بمعنى اللي أنت مثلا لو حد عايز يخس فانت دلوقتي قدامك كيكة وقدامك جزر، فقرار اللي انت تاكل الجزرة ده اللي بيأثر عليه اللي التستوستيرون بتاعك بيكون عالي. قيس على كده بقى اي حاجة في حياتك، علاقة مثلا مش عارف تخرج منها ومش عارف تاخد قرار حاسم فيها، وممكن تحس ان انت هتاخد القرار الغلط. التستوستيرون طول ما هو عالي انت دايما هتاخد القرار الصح، والقرار اللي المفروض يكون صح، عشان التستوستيرون هرمون اسمه هرمون الذكوره، هرمون الرجوله. فانت طول ما انت التستوستيرون بتاعك عالي هتاخد قرارات رجوليه. فدلوقتي انا بقول لك التستوستيرون ده هيزيد لو نزلت الجيم، عشان لما الكتله العضليه بتاعتك بتزيد الميتابوليزم بتاعتك بتزيد، اللي هو الحرق، فانت بتكون دمك حامي حرفيا. لما تكون دمك حامي حرفيا بتبدا تفكيرك يكون صافي. لما تفكيرك يكون صافي ده معناه ان مودك هيبقى احسن، وده معناه ان انت برضه هتاخد قرارات احسن. كل حاجه هتفوز فيها لو انت خدت القرار ان انت تنزل الجيم ده. فدلوقتي انت كواحد، ولنقل انت نزلت الجيم بقالك كام سنه ونفسك تنزل وجربت اكتر من مره والموضوع مش راكب معاك وي وي وي، فايه اللي يرغبك ان انت تنزل الجيم؟ هل ده هيجيب صب عليها بمصلحه غير حوار التستوستيرون اللي انا مش مقتنع بيه لغايه دلوقتي ده؟ لما انت يكون جسمك حلو ده معناه ان انت هتجيب بنت احسن. وانا مش بقول لك ان انت تروح تصاحب بنات. لما انت يكون جسمك حلو انت مش هترضى باي حد، فاهم؟ فانت حرفيا قيمتك بتعلى، حرفيا مش هتاخد اي واحده عشان انت مش اي واحده تستاهل الجسم الحلو ده. فانت هتكون قيمتك قدام نفسك عاليه. فلو انت مفكر ان قيمتك عاليه وانت ما بتنزلش الجيم وانت ما بتعملش فلوس وانت فانت مع احترامي ليك مجرد فاسيه. فاللي المفروض تعمله اللي انت تكون عندك تواضع وكبرياء عالي في نفس الوقت. ده معناه ايه؟ لازم يكون عندك تواضع، اللي انت عارف انت فين دلوقتي وعارف قدراتك ايه بالظبط، ولازم يكون عندك كبرياء عالي قوي اللي هو الايجو في اللي انت عايز توصل لفين. انت دلوقتي مش احسن حاجه، دلوقتي عندك جزر خويات فوق كرشك وحاجات صعبه، او انت عصايه مجرد لحم على عظم يعني، زي ما بنقول كده، حالتك صعبه خالص. بس انا عارف ان انا هروح فين. انا عايز اوصل لافجر جسم ممكن حد يعمله، عايز اعمل بقى السكس باك سول بتاعه واعمل كده فاول حاجه اللي هتجاوب على معظم اسئلتك عشان تبدا تاخد خطوه اللي انت تنزل الجيم دي، لو انت مش عندك خطه لازم يكون عندك خطه. ودي الحاجه اللي هتجاوب على معظم الاسئله اصلا. فلو مش عندك خطه، انا عامل تمبلت نوشن كامل تحت في الوصف وببلاش، هشرح لك استخدامه في الاخر. بس خليك متابع معايا دلوقتي ليه او ايه الحاجات اللي ممكن تكون لسه لغايه دلوقتي مش راضيه تخليك تاخد القرار اللي انت تنزل الجيم ده. تمام؟ فدلوقتي انت نفسك تنزل الجيم بس مش حاسس الموضوع، حاسس نفسك تايه ومش عارف المفروض تعمل ايه، صح؟ فخلينا نجاوب على الاسئله اللي في دماغك. انا بصحى متاخر قوي دلوقتي. انت ممكن تكون بتصحى الظهر بحكم ان انت في اجازه، او بحكم ان انت بيس اوف شيت، خد بالك. فممكن تكون بتصحى متاخر وحياتك مش فيها الشيء اللي انت بتصحى الساعه 6 الصبح بسببه، فاهم؟ فدلوقتي انت تعمل ايه؟ روح في الميعاد اللي بتصحى فيه بمنتهى البساطه. فانا هقول لك على حاجه، انا دلوقتي الجيم بتاعي حرفيا، الجيم بتاعي انا الشخصي ما بيفتحش الوقت اللي انا بصحى فيه، او في الوقت اللي كنت بصحى فيه اللي هو الساعه 1 الظهر. تمام؟ فايه اللي بيحصل؟ شفت جيم تاني بتكون فاتح الساعه 12 الظهر وبيكون المكان مش مكيف بس بيكون الجو فعلا كويس جدا، عشان هو في مكان مقفول كده، وحاجات اللي هي لو بتسمع المعماري حاجات يعني لذيذه خالص كده، والجو بيبقى محترم. فانا بروح بتمرن وزي الفل الساعه 12 على الساعه 1:30 اكون خلصان، وببقى لسه خلصت الجيم وانا لسه ما بداتش يومي. فلو انت دلوقتي بتصحى متاخر والجيم بتاعك ما بيفتحش الا 6 المغرب مثلا ومفيش جيم بديل ليه، فانت دلوقتي قدامك حل من الاثنين: يا تتمرن في البيت في الوقت اللي تحبه، وساعتها انت مش هيكون عندك اوزان في اغلب الاوقات وهتعوز تتمرن تمارين غريبه وهتحس ان الموضوع صعب. فده الموضوع ده هياخد اصرار منك اكتر بكتير، ولو عرفت تعمله تبقى انت احسن مني، عشان انا ما عرفتش اعمل كده الصراحه. تمام؟ فالمفروض اللي انت تتمرن كاليستينكس وتشوف حد خطه بكاريكولم برضو غير اللي انا هعملها لك ده خالص، وانت كده هتبقى لوحدك خالص. بس برضو هيكون معاك ناس، انا عامل قناه مخصوص للكاليستينكس على الكوميونتي ديسكورد بتاعنا، ممكن تخش هناك وهتلاقي حد شبهك وحد يتابع معاك في نفس الليفل اللي انت فيه يعني. او الحل التاني اللي هو تظبط يومك بحيث ان هو هينتهي
بتنتهي بعد الجيم. فانت مثلا الجيم بتاعك بيفتح 6 المغرب، ما بيفتحش قبل كده ولا هتعرف تروح قبل كده، فانت خلاص هتثبت نفسك اللي انت بتنام الساعه 9، فمعنى كده اللي انت الساعه 6 تيجي تكون في الجيم. تمام. انا واحد مثلا بحب التزم في الصلاه، كنت ناوي التزم في الصلاه في الفتره اللي بدات انزل فيها الجيم دي، فانا كنت مظبط المغرب اللي هو بخلص على 6 6 و5 6 و10 ان انا باخد حاجتي بعد الصلاه واروح على الجيم على طول، خلص الجيم واروح البيت اكل تك 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 الاقي نفسي نمت على 9 9 ونص بالكتير واكون نايم. تمام. فبظبط نفسي على الشغل ده وبصحى بصحى متاخر شويه اللي هو 9 10، ده بالنسبه لي متاخر عشان مش بيساعد في الاهداف اللي انا عايز امشي فيها، بس برضو انا ده احسن بكتير قوي من اللي كنت بعمله. انا كنت واحد بصحى على الساعه 1 الظهر او بصحى 4 10 ساعات كمان، فده احسن بكتير اللي انت تعمله كده. لازم اكون موجود في الدروس او شغل او جامعه الصبح وبرجع متاخر، برضو نفس الاجابه بتاعت السؤال، انا بصحى متاخر. هتظبط نفسك على الميعاد، ان انا مثلا دروسي بتخلص الساعه 6 اغلب الايام، او الجامعه بتاعتي بتخلص الساعه 3 العصر اغلب الايام، او الشغل بتاعي بيخلص الساعه 5 المغرب اغلب الايام، بروح الجيم بعدها او قبلها. فانت دلوقتي برضو انا عارف ان اغلب الناس مش عندها الاوبشن اللي انت تروح الجيم بدري، فهتعمل ايه؟ نفس الكلام، هتروح برضو هتظبط ميعادك اللي انت مثلا بعد ما تعمل حاجه معينه بعد الشغل على طول تروح لازق فيها الجيم، ما تستناش حتى، ما تفكرش كتير، تكون يعني انا مثلا ايام الجامعه برضو كنت نفس الكلام، بروح مجهز الحاجه، فبروح اول ما اروح من الجامعه بروح واخد حاجتي على الجيم على طول، بكون انت تبقى لسه دمك حامي وطالع من بره والحر والعرق والبتاع والقرف، فانت بتاخد الحاجه بتاعتك وتروح على طول في نفس المود ده، فانت ما بتلحقش تريح، بس برضو ده بيديك تاثير احسن عشان انت بتكون انجزت برضو التاسك الكبير بتاع اليوم بالنسبه لك، ان هو كبير قوي، عشان انا عارف ان هو كبير عشان انت اول مره تنزل غالبا، او نزلت وبطلت او بس هتاخد الشغل ده هتخلصه وهتحس ان التاسك التقل ده كله اتشال من عليك، وهتحس ان انت انجزت في اليوم وهتبقى زي الفل يعني. فهيطلع عندك مشكله جديده وبتظهر لاغلب الناس وظهرت معايا، الجيم بعيد عليا. انت لو الجيم بعيد عليك برضه مش قدامك حل غير اللي انت تتمرن في البيت او تتمرن مع حد كاليستينكس، وفي طرق كتير جدا اللي انت تتمرن بالبيت وبعدات بسيطه، بس الحوار الفكره اللي انت بتروح الجيم انا عارف ان هي بتديك احساس اللي انت طلعت من البيت وخدت مكان ومش عارف ايه، فانت بيكون جو مهيأ لك اللي انت ما ينفعش تعمل حاجه غير اللي انت تتمرن، غير لما تتمرن في اوضتك، فانت الموضوع بالنسبه لك مش بتكون راضي عنه، فبتكون مش مستمتع بيه قوي، فانت مش تستمر عليه بالتبعيه. تمام. برضو ده هيساعد في الكوميونتي اللي انت هتخش تلاقي حد معاك بيتمرن بنفس التمرين نفس كل حاجه، فانت هتظبط الجدول بتاعك مع الجدول بتاعه وهتمرنوا سوا نفس التمرين، فده هيشجعك، وده بحيث ان انت كل واحد يتحدى التاني، انت خلصت النهارده، لا انا ما خلصتش كده مش عارف، هيطلع الحمو اللي فيك ده وهتشتغل احسن بكتير. فده برضو حل كويس لنقطه الجيم بعيد عليا، انت مش هتعرف تحلها غير كده، غير طبعا لو جبت معدات وعملت جيم مصغر في البيت، بس انا عارف ان ده اوبشن مش متاح لاغلب الناس يعني. دي ما قلتهاش في الفيديو الاساسي، بس برضو ما تقلقش، انا هعمل فيديو مخصوص عن ازاي تتمرن كاليستينكس في البيت، وهجرب الحوار ده انا بنفسي على الاقل اسبوعين عشان ابان في نتيجة، وهديك تجربتي كاملة يعني. بعرف من التمرين والاجهزه، انا عارف ان الحوار مقرف، بتمسك بار 20 واحد ماسكه قبلك اقل حاجه نفس اليوم ده، لو بتنظف كل يوم وبتنام على بنش او دكه 55,000 واحد نايم عليها قبلك ما بتتنضفش، والجيم يعني اقصى حاجه الراجل ممكن يعملها انه يشمس الجيم الصبح، واقصى حاجه على كده وشكرا. فحلك الوحيد اللي انت تروح بفوطه وتحطها مكانك، فوطه كده مخصصه للجيم او طقم فوط، انا مثلا بستخدم 3 فوط في الجيم، بستخدم واحده والتانية بتكون بتتغسل والتالتة احتياط، وهكذا وهكذا وهكذا. تمام. دول بتوع الجيم المفروض ما بستخدمهمش لاي حاجه غير كده. الاكل الصحي طعمه مش حلو، دي كدبه انت اقنعت نفسك انك تصدقها، ودي مش حقيقه. مش لازم الاكل الصحي يكون عباره عن جزره، مش دي فكرتك عن الاكل الصحي. انت ممكن تعمل حاجات حلوه قوي وطعمها جميل، بس انت مش درست الاوبشنات بالشكل الكافي، فبالنسبه لك الاكل الصحي كله طعمه مش حلو. انت ممكن تعمل شيء لو انت بتكسل تاكل او كده، عباره عن شويه شوفان وفول سوداني وموز واي فواكه عندك، يعني تظبط الدنيا وتخلي الحوار طعمه احلى من السموزي او الميلك شيك كمان، وهتتبسط بيه وهتشبع منه وهتدنك طول اليوم شبعان، وكلت حاجه فيها كالوريز كويسه وفيها فايبرز وفيها يعني. دي فكره اكل. انا عايزك بقى بدل ما انت بتتابع الاكيل وتتابع الناس اللي على الفيس طول النهار بتاكل ما بتعملش حاجه غير لا تاكل فاست فود وجنك فود، تعمل دونت ريكومند وتشوف بقى
الافكار الصحيه للاكل الصحي. ويا سلام لو بتفهم انجليزي وتتفرج على المطابخ اللي بره، والناس هي مبدعين جدا في الحاجات دي. تلاقي واحد بيعمل لك شيك من شويه عنب ومش عارف حاجات عبيطه كده، بس بيظبط لك الدنيا بحيث ان على طول عندك اوبشنات وعندك افكار وعندك افكار. وبرضو عامل شانل مخصوص في الكوميونتي بتاعت الديسكورد للاكل الصحي والحاجات اللي هي افكار الاكل وكده. طيب دلوقتي لسه الفيديو فيه كتير جدا، حرفيا ده 10 دقايق من ساعة انا خلصتها. ف لو انتوا عايزين الباقي انا بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بس في حاجات كتير جدا مهمة وفي حاجات كتير لسه هتتقال قدام، فهنكتفي بالقدر ده اللي هو ال10 دقايق دول. ولو انت حابب تاني اكد لي على الكومنتات، وحابب الفيديو يكون اخره قد ايه. تمام، عشان لو نزلت فيديو ساعة وانا قناة صغيرة وبعد ده كله الفيديو مش هيطلع، فانا عايز يكون حاجة خفيفة لطيفة ظريفة، وعايزك تكون مبسوط معايا. فانا عرفني الناس والعقليات اللي معايا دي انا عايز اعرفها، فاكتب لي في الكومنتات انت عايز الفيديو يكون قد ايه. ولو عاوزه ينزل كله فهو تقريبا الفيديوهات الجاية كلها هتبقى شبه كده، هيبقى من 40 لساعة ونص بالكتير. تمام، فعرفني برضو رأيك واحنا سوا.